جوع نص الليل يا جماعة. انتوا عارفين الشتا بقى يعني عايزة الاكل على طول. دي اكتر حاجة ما بحبهاش بصراحة في الشتا. بحب الشتا جدا، لكن موضوع الاكل ده اللي هو كل شوية كل شوية، لا لا لا، ده موضوع مرهق مرهق ومتعب، وبسبب زيادة في الوزن فظيع. يعني نطلع من الشتا دي هنبقى يعني مش عايزة اقول لكم هنبقى شكلنا ايه. ده بديب. فهنقوم بقى نعمل حاجة كده بالليل، في نص الليل قصدي، علشان نجوع الشتا ده اللي هيودينا في داهية. معايا هنا كوباية زبادي، حاجة هتعجبكم بصراحة. كوباية زبادي، كوباية مية دافية، تمام، وكوباية لبن دافية. كله دافي كله دافي مع بعض. تمام تمام. هنعوز ايه كمان؟ الزيت، يعني كوباية الا ربع كده من الزيت. تمام، كوباية الا ربع من الزيت. الخميرة طبعا هنحط خميرة، نحط كل حاجة دلوقتي. هنحط معلقة كبيرة كده من الخميرة. تمام، قولوا تمام. بيكنج باودر، نحط نص معلقة بس من البيكنج باودر. والملح، نحط معلقة صغيرة من الملح. والسكر، معلقة صغيرة برضه من السكر. وهنقلبها كويس كده، يعني علشان ايه تمتزج كلها مع بعضها. رشة زعتر، بصوا بتخلي الفطاير في حتة تانية خالص، بس ما تكتروش عشان ما يمررش. تمام، ورشة فلفل اسود. وننزل بقى بالدقيق. الدقيق بقى بيبقى يعني بالنظر كده. تمام، اللي هو انا عايزة عجينة تكون بتلزق. تمام، هنوريكم طبعا شكل العجينة عشان تعرفوا ايه وانتوا بتجربوها، تعرفوا احنا عايزينها ازاي. هنشغل عليها العجان شوية. بسم الله. نخشها كده نسلكها كده من الخطاف ده. وزي العادة يعني هكمل بإيدي. زودت حبة زيت كده، ماشي، واكمل بإيدي.
بس هو للأمانة يعني مخلي العجينة ناعمة قوي. يعني برضو ليه فايدة، يعني بدل ما اعجنها انا بدراعي بقى، وانا بصراحة عندي غضروف في رقبتي فتعب لي دراعتي، فهو برضو مسهل عليا شوية. هنسيبها بقى تخمر شوية ونرجع مع بعض. تعالوا بقى على بال ما العجينة تخمر معايا نكمل بقية شغلنا. معلقتين زبدة، نسيحهم كويس كده. وعندي هنا 3 شرايح بالظبط كده من صدور الفراخ، انا مقطعاه صغير خالص، يعني فرمينه فرم صغير. بسم الله. نشوحه كده في الزبدة. عادي ممكن تعمليه بسمنة، ممكن تعمليه بزيت، بس ما تكتريش يعني الزيت. هنزل عليهم برشة زعتر كده، تمام، ورشة من السبع بهارات، حاجات بسيطة. رشة من الفلفل الاسود، وحبة ملح. نشوح فيها كده. وساعة ودلوقتي هنزل عليهم معلقة صلصة. الحاجات دي كلها يا جماعة بتدي طعم والله للأكل وللحشوات. نحط حبة سكر،
هي كده طابت على فكرة، انا بس ايه بخليها تشرب الصوص اللي هي نزلته ده، ينشف بس منها، ومش هدوس عليها قوي علشان ما تنشفش، لان احنا مقطعينها قطع صغيره. تمام كده، كده اللي هي اختمرت معانا اهي، بسم الله ما شاء الله. نفضي الهواء بس اللي جواها ده كده. بص المطه دي، بسم الله، نكورها كور كده. كده هنسيبها ترتاح 5 دقايق. ناخد واحده واحده كده، رش زيت على الرخامه. بسم الله. كانت عايزه ترتاح شويه كمان. هنبتدي نحشي. تمام، نحط الفراخ، طماطم، مش بنكتر علشان ما تطلعش ايه بره العجين. تمام، فلفل، الحاجات الالوانات دي، زيتون، واهم شيء الجبنه، اهم شيء. وهناخد الطرف ده كده والطرف ده كده ونلف زي كده. تمام، اللي بعده، بسم الله.
انا ولادي اهم حاجة عندهم الجبنة الموتزاريلا دي، اهم حاجة. نشدها كده، بصوا بتتمط ازاي. العجينة اللي تبقى بتتمط كده دي بتبقى ليها عرق، بتبقى حلوة. نكمل الكمية ولا لا؟ كده خلصنا الكمية بتاعتنا كلها. هندهن الوش كده لبن بالراحة خالص. ممكن اللبن كمان تضيفوا معلقة عسل اسود، برضو هيدي لون حلو جدا. كده تمام. نديها رشة جبنة كده من فوق وندخلها الفرن بعد كده. ده شكل الفطاير بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، سخنة على فكرة جدا. ايه رأيكم؟ يعني انا حاسة ان هي متزهرة كويس اهي. مش عايزة اقول لكم يعني طرية قد ايه، هي بس سخنة خالص، انا مش عارفة همسكها ازاي بصراحة. يعني ثانية واحدة. بصوا بقى هي ايه، انا هحاول اقطعها وهي سخنة كده. الريحة حكاية بصراحة، وانا واثقة ان الطعم كمان هيبقى ايه، تحفة. بصوا انتوا شايفين البخار اللي طالع، بصوا سخنة سخنة جدا، مش قادرة امسكها والله بصراحة. بصوا من تحت. يا رب تكون الوصفة عجبتكم، وارجوكم ما تنسوش اللايك عشان الفيديو يترفع. تمام، يلا اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.